مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم جديد على قناة محمد علي تيفي. ما نعسناش مزيان. اكيد ان كاع المغاربه ما نعسوش مزيان البارح بسبب الاقصاء المبكر. ما كناش كنتوقعوا، خصوصا في هذا الدور ديال التمون باقي الحال على الاقصاء. كنا كنتظروا كثير كثير من هذا المنتخب الوطني المغربي. في دور المجموعات ما قنعوناش كثير، لاحظتوا انه ما قنعوناش كثير. المباراة الأولى كانت سهلة، خاصة بعد طرد اللاعب التنزاني. من بعد سهلت علينا المباراة. جاونا دي كونتر اتاك اللي سجلنا منهم. من بعد صراحة ما كانش واحد الاقتناع بأن المنتخب فريمون غادي في السكة الصحيحة في هاد كوب دافريك، خاصة وأنه واجه منتخب الكونغو وتعادل معاه بصعوبة. واجه منتخب الزامبي وفاز فقط بهدف وحيد. يعني بصعوبة كذلك. كان ممكن يسجلوا علينا بامال دو فوا. المنتخب الزامبي دزنا كأول مجموعة، يعني نتيجة إيجابية بطبيعة الحال، لكن بدون إقناع. لاعبين ما كانش في كامل الجاهزية ديالهم. أملاح دويت عليه، نصيري دويت عليه أنه ما عطاش. نصيري راه مورا لا كوب دو موند يعني ما سجلش كثير من الأهداف. نقدروا نجبدوا لي ستات. يعني ما سجلش مع فريق اشبيليه تراجع كثير، راه كيحت المراتب الاخيره في هذه السنه هذه في الدوري الاسباني. املاح ما شاركش كثير. يعني كاس العالم شيء، كاس افريقيا شيء، بيناتهم عام والصرف. يعني ما يمكنش اللعبه اللي خديتيهم في كاس العالم تاخذهم كاس افريقيا. صحيح انا اون نو شونج با ديكيب كي غان، مي بيناتهم سنة ونصف، سنة وبعض الأشهر. ما يمكنش تحكم على فريق، على منتخب، أنه قام بكوب دي موند خيالية بطبيعة الحال. كنشكرهم على ذلك، لكن خصنا نساو هذا الإنجاز هذا. خصنا نتكونسونطراو على الأهم اللي هو قاريا شنو غنديروا في هذه المسابقة هذه اللي مهمة بالنسبة لنا. عندنا كوب وحدة عباد الله من 76. من 76 عندنا كوب وحدة، وما عمرنا دينا شي كوب أخرى. دائما كنتقصاو من غير 2004 اللي وصلنا للنهائي. ابار سا ما درنا والو. جميع السنوات كنتقصاو سواء من دور المجموعات، سواء ما كنتأهلوش، ولا سواء كنتقصاو من الثمن ولا من ربع النهاية. مثل النسخة الفارطة. اما النسخة اللي قبل تقصينا بنفس الطريقة بعد ضياع ضربة جزاء عن طريق زياش، ما نساوش، كونتر البنين، وربحونا وتأهلوا. كاينه اسباب متعدده لهذا الاخفاق هذا ديال المنتخب الوطني المغربي. اولا الاقصاء اعتدنا عليه، يعني ماشي اول مره. كيف سبقت وشرت اعتدنا عليه، لذلك ما تاثرناش بزاف. صحيح اننا بقى فينا الحال، صحيح اننا تقلقنا وغضبنا بعد المباراه، لكن يعني هادشي موالفين به في كل كأس إفريقيا. كل مرة يعني كيكون عندنا واحد التفاؤل، يعني كنتفائلوا خير بهذا المنتخب، لكن مع الأسف كيخوي بينا هذا المنتخب الوطني المغربي. أنا اللي بان لي هو كيف يعقل أن جميع الظروف كانت مواتية، وجميع الظروف اللي وفرتها الجامعة الملكية لكرة القدم المغربية وفرت الجميع الظروف. بنات اوتيل على قدو قدام البحر في مدينة سان بيدرو، من أجل يعني اللعبة يكونوا مرتاحين، الستاف يكون مرتاح، اللي بغى يخرج يتمشى في البحر يتمشى على خاطرو. يعني الظروف كلها موجودة. طباخ ماهر مع البيئة الوطنية، حلاق ماهر مع البيئة الوطنية، لي شامبر بيان ايكيبي بيان سور، لا كليماتيزاسيون، كلشي كاين، كلشي زوين. علاش اشنو خاصنا باش ندوزو الادوار المتقدمه؟ كنا على الاقل ندوزو للدومي فينال بهاد يعني الظروف ديال الكان، الظروف اللي تلعبات فيها الكان. طحنا في المجموعه الاخيره، كنلعبوا حنا الاخرين في دور المجموعات، لعبنا حنا الاخرين دور الثمن النهائي. شفنا كيفاش تقصات السنغال، شفنا كيفاش تقصات مصر، شفنا كيفاش تقصات غينيا الاستوائيه اللي حتى واحد ما كان كيتوقع انها تقسم مع غينيا كوناكري، نظرا للاداء الواعر اللي قدمته في دور المجموعات.
وقدرات تربح كوت ديفوار ب4-0 مع الهداف نسو اللي ضيع ضربة الجزاء حتى هو. ولما تضيع راه يسجل عليك، هذه قاعدة معروفة في العالم، لما تضيع يسجل عليك. الفرص اللي ضيعنا كانت هائلة، فرص اللي ضيعنا كان ممكن نسجلوا منها في الشوط الأول على الأقل هدف ولا هدفين، ما قدرناش نسجلوا. ما عندناش تسعود من الاخر، ما عندناش تسعود، مع احتراماتي النصيري وجميع الاهداف اللي سجلها مع المنتخب والاداء الرائع اللي قدموه في كاس العالم. حيت كان خصنا نصيري في هذاك الوقت، في هذاك الظرفيه، في هذوك المباريات بالاخص مع المنتخب البرتغالي مع المنتخب الاسباني، كان خصنا لاعب مثل نصيري اللي تجيه فرصه ويسجل. لكن هنايا تكتيك مغاير. شفنا ركراكي اعتمد على نفس التكتيك ديال كاس العالم، نفس اللاعبين ديال كاس العالم. راه ما بين كاس العالم وكيف قلت راه داز عام، ما يمكنش تختار نفس اللعابه. جاب لعابه اللي فاقدين التنافسيه، كثره الاخطاء. شفنا كثره الاخطاء. ملي مشى انتقل للسعوديه ما بقاش كيلعب كيف كان. نقص المستوى ديالو. ما فهمتش انا يا سايس. كان ممكن يوسف عبد الحميد انه يدخل كرسمي، اداء مقابله محترمه مع نايف اقر. شفنا انه مزراوي انا كان حسابني فريمون واجد مونطالمون فيزيكمون عفوا، انه قادر انه يقدم مقابله ممتازه. لكن مع الاسف مزراوي ما كانش البارح، كان غائب، تائه في الملعب. كان ممكن يبدا بعطية الله عنده خبره، عنده مباريات كثيره لعبها ضد فريق سان داونز. وشفنا المنتخب الجنوب افريقي اللاعبين ديالو كاملين من فريق سان داونز، ماشي كاملين مي الاغلبيه. صراحه اخطاء كثيره، وهادشي بسبب العاطفه ديال السي مدرب وليد الركراكي اللي اعتمد على املاح. شحال لعب املاح؟ انا نجبد لكم دابا املاح شحال لعب هاد العامين هادو اللي دازو. تو سويت غنجبد لكم لي ستات ديال السي املاح، اللي هاد اللاعب هذا اللي ما فهمتش انا شنو الدور ديالو. عاون في جوج كرات الدفاع، عاون شي شويه مرابط، لكن ما قدرش يجري، ما قدرش يتمشى. الدقيقه 40 ما بقاش قادر يتحرك، سالات ليه الحجره، ما قدرتيش تخرجو في الشوط الاول. ضيعتينا في شونجمون سي وليد. كان ممكن تبدا بريشاردسون، بين لك في الماتش الاخراني انه دار مقابله، انه دار اونطري دو جو مخيره، تقدر تلعبوا وحده مرابط يغلي لك لا ديفونس مع لاتاك، تقدر تلعبوا كثمانيه، تقدر تلعبوا مع اناحي يربط ما بين الدفاع والهجوم. سي املاح انا جبت لكم موسم 2022 2023 مشى لفالادوليد. شحال لعب مع فالادوليد العام كامل؟ شحال لعب مع فالادوليد؟ لعب 3 المباريات كرسمي، سجل 2 الاهداف. واحد الهدف كان سجلو مع الياميق في واحد الماتش تألقوا بجوج، وعطى اسيست واحد. 3 الماتشات اللي لعب في عام كامل. وهاد السنه مع فالونس لعب 8 المرات كتيتولير في نصف السنه كامله، من اوت، هما كيبداو في اوت، من اوت حتى لدابا لعب 8 المقابلات كرسمي، عطى اسيست واحد، خدا حمراء، هو ديما خدا حمراء، وعدد البطاقات الصفراء تا هو كتار. يعني هذا اللاعب هذا انا صراحه ما كيتفهمش ليا شنو الادوار اللي كيخدم في الهجوم، شنو الدور ديالو في وسط الميدان، ابار انه كيساعد مرابط اللي تا هو البارح كان تائه، اللي تعب كثير مرابط. كان ممكن الاراحه ديالو في المباراه الاخيره باش اليوم يكون، عفوا البارح يكون جاهز. يعني تكتيك ما بانش لينا شي تكتيك من سي وليد الركراكي. دائما الاعتماد على نفس التشكيله 4-4-1 ما كاينش تطور. تخوف كثير من المنتخب الجنوب الافريقي. علاش هذا التخوف هذا؟ لماذا؟ علاش من نستحوذوش على الكره ونبنيو هجمات ماشي تطواع، الخطوط متباعده ما بين الدفاع والوسط والهجوم؟ يعني غابت الحلول مع الاسف. وكنرجع نقول باللي انه بسبب العاطفه
وفقدان الجاهزيه ديال مجموعه اللاعبين كبوفال اللي كان مصاب 6 شهور ما لعبش مع الفريق ديالو في قطر. واستدعيتيه قلتي انا اتحمل المسؤوليه لان بوفال غنعتمد عليه كجوكر. ما يمكنش تقول لنا تعتمد عليه كجوكر وما يمكنش تناقض معنا تقول لنا جوكر وانت كتقول باللي بلاصتو بقات باينه، يعني انك تعول عليه كرسمي ما عندكش بدائل. واحد اللي كتقول عليه جوكر يعني غيكون بديل في الشوط الثاني، غيكون بديل في 10 دقائق الاخيره، يقدر يعطيك واحد اللمسه ولا جوج ولا يجيب لك هدف ولا بيلانتي ولا اي حاجه. ما يمكنش تعتمد عليه كرسمي تقول لنا جوكر. واحد اللاعب انا اللي ما فهمتش مراد باطنا في السعوديه، انا ندخل ليه حتى هو داير موسم خرافي مع الفريق ديالو في السعوديه. يعني انا لا افهم كيف لم يتم النداء على هذا اللاعب هذا مع الفريق الفتح السعودي. يعني فايت لي ستاد ديال ساديو ماني، فايت لي ستاد ديال مجموعه من اللاعبين المتالقين في السعوديه. في 19 مباراه لعبهم كاملين كرسمي هذا الموسم رفقه الفتح، مسجل 10 الاهداف واعطى 10 التمريرات الحاسمه. يعني ساهم ب20 هدف هذا الموسم. سي مراد باطنا اللاعب المتالق في السعوديه، صاحب يسرى ساحره 33 سنه. يعني هذا اللاعب كان ممكن يتواجد معنا في كاس افريقيا وكان يستحق يتواجد في هذا كاس افريقيا. السي وليد الركراكي. انا لي ستات اللي كيهضروا حنا ما كنجيبوش شي حاجه من راسنا مع الاسف. كاين مجموعه من الاسباب الاخرى، يعني عقم تكتيكي بالنسبه للوليد. كيف قلت وسبق شرت انه اعتمد على نفس التكتيك، ما نوعش اساليب اللاعب، بقى كيدير نفس التكتيك، ما درش المنتخب الخصم كما يجب. شفنا بانه المدرب ديال جنوب افريقيا قال باللي درسنا جيدا المنتخب الوطني المغربي، لكن سير كراكي ما شفناش شنو درستي على هذا المنتخب الجنوب افريقي اللي كيخرج كره بواحد الطريقه سهله سلسه. كتلقى ديما واحد الديفونسور كيسونطريها لوسط الميدان، كتلقى ديجا بيرسيطاو ولا سعود ديما واجد باش يعطي كره كيغولونسيها بطريقه سريعه وكيكون واحد الهجمه مرتده، اجنحه كيجريو، المدافعين متفوقين في الضربات الرأسية. يعني لي سونتر كانوا غالطين، اغلب لي سونتر ديال الزلزولي ديال الصباري ديال مزراوي قبل ما يخرج، يعني كانوا دي سونتر لي كاملين كيمشيو عند المدافعين. حاولنا ندخلوا الكعبي، الدخول ديالو كان جيد. انا بالنسبه لي الكعبي كان احسن من نصيري في هذه الدوره في هذه النسخه، بين على انه عنده كفاءه، مصير انه يخلق واحد الانزعاج للمدافعين الخصوم، يخلق فرص سانحه. شفنا ضربه الجزاء اللي اصطادها لولا يد المدافع الجنوب افريقي كان ممكن الكره تكون في الشباك. يعني شفنا الدخول تحركات شويه المنظومه الكرويه، لكن لي سونتر بقينا كنعولوا على لي سونتر لي سونتر لي سونتر، الوغ كو في هدف تنزانيا ديال اوناحي كان داك لي باس رابيد ما بين اللاعبين. المثلث ديال زياش اوناحي وحكيمي افتقدناه صحيح في هذه المباراه، وما يمكنش نبقاو نعولوا على نفس الاسلوب في كل ماتش. ها هو غاب لينا زياش، عطينا حل اخر السير كراكي، ماشي لي سونتر ونبقاو نضيعوا في الكره وتطواع و ما يمكنش نوصلوا للشباك بهذه الطريقه هذه. الفعاليه الهجوميه هي اللي نقصتنا في هذا الكان. خاصنا نشعلوا هذه النقطه مهمه بزاف. نصيري خاصو يشتغل على نفسه، كيفاش يروض الكره ما عندوش. اباغ الراس هادشي اللي كيمتاز به هذا المهاجم هذا، كيسجل بالضربات الرأسية. اما الكوندويت دو بال، اما باش يتومبوريزي باش يخلق يعني فرص، ما لي دريبل ما عندوش، التكنيك ما عندوش. يعني صراحه خصنا نقلبوا على مهاجم من اليوم فصاعدا، خصنا نقلبوا على مهاجم اللي يقدر يعوض لنا يوسف نصيري. انا بروفيل ديال حمزه ايغامان مهاجم ديال فريق الجيش الملكي كيبان لي سي تري بون بروفيل، الا عرفنا نستغلوا هذا اللاعب هذا افضل استغلال.
ما نحرقوش بشويه بشويه باش يوصل يعني النيفو اللي خاصو يكون فيه. كيقدم مستويات طيبه في البطوله الوطنيه رفقه الجيش الملكي، ماركا هاتريك في اخر مباراه مع الفتح جو بونس. يعني هذا المهاجم هذا كيبان ليا انه بروفيل يصلح لنا للمباريات المقبله. الا عرف الركراكي بيان سور، الا بقى الركراكي كناخب وطني، الا عرف كيفاش يستخدم هذا اللاعب هذا ويخرج منه داكشي اللي افتقدناه في هاد لاكوب دافريك. خصنا ان فغي ويت اللي يكمل الادوار اللي كيديرها أناحي في وسط الميدان، اللي يقدر يوصل الكره للمربع العمليات. وخصنا ان فينيسور. بالنسبه لي هادو المعضله الكبيره في المنتخب الوطني المغربي. هادو النقاط اللي فريمون اللي مهمين بزاف، اللي خصنا نشتغلوا عليهم. عندنا العاطفه خصها ما تبقاش. اللاعبين اللي داروا معك انجاز، راه ديك السنه 2022 كان داك الانجاز. اللاعبين اللي داروا معك هذا الانجاز تبارك الله عليهم، كانوا في المستوى، كانوا متعطشين لصنع يعني واحد الانجاز اللي غيبقى خالد في الاذهان ديالهم. شكرا لكم على هذا الانجاز، شكرا سي وليد الركراكي على هذا الانجاز. لكن الان وجب الاهتمام بالمسابقات القاريه، خاصه كاس افريقيا، كاس المحليين، كاس الفرق الوطنيه خصنا نطوروها. البطوله الجوده ديالها خصها تطور. هادشي كله بسبب المنظومه الكرويه عندنا، خصها تجتهد وخصها تحسن من الجوده ديال المنتوج اللي كيقدموا لينا. والجوده ديال الدوري الوطني خصو يتطور، خصو يرتقي لافضل المستويات، لاننا في زمن الاحتراف. وشي احتراف ما شفناه، لاعب واحد فقط اللي شفناه لاعب مع المنتخب الوطني المغربي، بينما جنوب افريقيا 8 لاعبين من سان داونز، يعني شي رقم مهول. وبالنسبه لجنوب افريقيا ثالث رياضه عندهم هي كره القدم، مورا الكريكت وشي رياضه اخرى تقولوها ليا في لي كومونتير، ما عقلتش عليها. كيف يعقل نخسروا مع منتخب اللي بلادو كيعتبروا رياضه كره القدم هي الثالثه اهميه بالنسبه لهم. المهم حاولنا نحيطكم بالاسباب، والمدرب تتحمل المسؤوليه، ونتمنى يتحملها قولا وفعلا. وبالنسبه لي انا خصو يواصل الركراكي. انا لست مع قرار يعني المغادره، انه يغادر. نتمنى يواصل ويجتهد ويصلح الاخطاء. تبارك الله عليكم، نهاركم مبروك وساعه مبروكه. ونتمنى انكم تواصلوا التفاعل والاشتراك في القناه وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. تحياتي لكم.